السلام عليكم. لو قلت لكم ان في كارثه دلوقتي في السوق المصريه وفي بعض اسواق الدول العربيه هتصدقوني؟ بجد بقى هقول لكم على كارثه فعلا بتقابلنا دلوقتي في المطابخ وبتقابل ستات البيوت وهي ما تعرفش عنها حاجه وفاكره ان هي بتفيد عيلتها. ازايز زيت مكتوب عليها غني بالاوميجا 6. عارفين يعني ايه غني بالاوميجا 6 دي؟ انا اسف اذا كنت بتكلم كده، بس انا بجد الموضوع مضايقني قوي. غني بالاوميجا 6 دي معناها انه غني بالالتهابات، غني بأمراض القلب، غني بأمراض السكري، وغني كمان ببعض أنواع السرطانات والعياذ بالله. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الشيف أحمد محمود من قناة وصفة سهلة مع أحمد. إن شاء الله بنقدم معلومات عن التغذية وبنقدم وصفات طبخ للناس اللي حابة تعمل دايت، وكمان الناس اللي عايزة تعمل أكل صحي وعايزة تعمل أكل اقتصادي عندها في البيت. لو انت اول مره معايا يا ريت تحط لايك وتعمل اشتراك في القناه. ولو انت يعني بتتابعنا بقالنا كتير برضو حط لنا لايك، عشان كل لايك هتحطه لي هدعي لك. اول حاجه، غني بالاوميجا 6 ده. اولا اوميجا 6 موجود بشكل طبيعي الجسم بيحتاجه، يعني احنا جسمنا من اهم الضروريات ان هو بيحتاجها عشان الاحماض الامينيه بتاعته اوميجا 3 والاوميجا 6. بس مشكله الاكثار في الاوميجا 6 ان هو بيعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه، مشاكل في الالتهابات، بيزود الالتهابات في الجسم، كمان بيزود نسبه الاصابه بمرض السكر، وكمان بيعمل انواع معينه من السرطان بيزودها والعياذ بالله. فنصيحة لو سمحتوا بلاش الزيت اللي مكتوب عليه غني بالاوميجا 6. لو ضروري نحاول ان احنا نستخدمه باقل الحاجات اللي احنا بنعملها، ونحاول ان احنا ننوع ما بين المسلوق والمحمر والمشوي والكلام ده كله في اكلنا، ونحط كمان الني في ني. مش عارف احنا الناس بطلت تعمل الني في ني ليه، مع انه صحي جدا. كمان احنا ان شاء الله هنشرح على القناة طريقة تسوية جديدة ناس كتير ما تعرفهاش رغم ان هي قديمة جدا، وبتعتمدها وكالة ناسا الفضائية في الاكل بتاع رواد الفضاء، عشان ده بيوفر لهم اكل صحي لمدة طويلة جدا. فان شاء الله لو انتوا عايزين تعرفوا النوع ده من التسوية اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو انتوا عارفينه برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وصاحب الإجابة الصح هنقول اسمه في الحلقة الجاية. أشوفكم على خير دايما. كان معاكم الشيف أحمد محمود. ما تنسوش إن احنا كمان نزلنا كتاب على لينكد إن على أمازون، فهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم. أشوفكم على خير دايما، ومع السلامة.